السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول فيديو على القناة بإذن الله. دلوقتي بصوره المقدمة. ماشي يا جماعة. بإذن الله يجعلها فتحة خير عليا كده بإذن الله. أنا طالبة لقمة بالحلال، يعني ساندوني في القناة بإذن الله. يعني فعلوها لي واعملوا لي الجرس واشتراك ولايك بإذن الله، بإذنك يا رب. والله انا طالبه منكم يعني تساندوني، يعني من بعد ربنا انتوا يعني اللي هتتفرج عليا هيكون بنتي لاختي، لا يعني جارتي، يعني كلكم اخوات في الاسلام، كلكم عيالي في الاسلام باذن الله. يعني ساندوني، رجاء منكم ساندوني. انا قاعده شقه بالايجار، قانون جديد. ماشي. ومبلغ قد كده بدفعه كل شهر ايه لصاحب البيت باذن الله. باذن الله يعني ساندوني باذن الله. ماشي. اول فيديو بقى معلش حاجه بسيطه عاملاها، يعني عايزين اي حاجه اطلبوها مني بعد كده، بس لما القناه تكبر باذن الله. يعني هعمل لكم ايه بقى الموجود بقى عندي يعني. ماشي. الموجود انا هعمله على القناه. واول باذن الله ما تكبر كده شويه كده بقى باذن الله كده اللي انتوا عايزينه انا عينيا ليكم. ماشي. يلا. ومعلقتين عدس وليمونتين وقطيتين وبابريكا مدخنة ومعلقتين ومعلقتين بتاع دوت كركم ومعلقتين كركم. هما الموجودين دول عندي. بس نبدأ بقى. هولع عليهم النار اهو بقلبهم وحطيتهم على النار اهو. ولما يستوي بإذن الله كده هوريهولكم لما يستوي. وحطيت معلقه ومعلقة خل خل عشان بيسويه بسرعه. عشان يعني ايه بيسوي على طول، يعني ما بيغيبش على النار، عشان الانابيب غالية بقى والظروف بقى. وبعد ما يستوي كده هوريهولكم يعني بإذن الله. ماشي. يغلي قوي غلوه. حطيت باكنج باودر اهو وبتاع دوت هيتفعل هو مع الخل هيفور. ما تقلقوش يعني هيعمل تاني، عشان بس هو ايه عشان يبقى ابيض، المية بتاعته تبقى بيضة ما تبقاش غامقة، ويسرع عملية السوى الخل برضه. وصلوا على النبي يا جماعة. ادي شوية فول زي العسل اهم بإذن الله. جربوا بقى على طريقة انا بقى الفول. بص بقى كده اهو هوطي عليه كده اهو، هشرب ميته اهو وهوطي عليه اهو. اخر كده بزوده ايه شوية مية. ماشي. والمية بتاعته صافية اهي عشان انا منقعاه، كنت منقعاه يوم بليلة، وكنت بغير المية بتاعته. ماشي. لما يستوي هوريهولكم. طبعا لما يكون الفول في البيت احسن حاجة يعني. اما تسويه وتحطيه في التلاجة اكياس كده في الفريزر. طبعا انا عندي تلاجة مستعملة الحمد لله جبتها. يعني بسوي الفول ولما يبرد اروح مفضيه في اكياس واروح حاطاه في ايه في الفريزر. وبسحب كيس كيس. لا نعمله فول بقوطة. إيه. لا نعمله بتاع دوت. بهرسه كده وشوية ملح فلفل، واروح حاطاله ايه شوية زيت ونفطر بيه. ساعات بنتغدى بيه يعني حلو يعني الفول في البيت ده بيستر. اي اكل الحمد لله يعني موجود. طبعا انا خدت حبة فطرت بيهم يعني، عشان شوية كده ايه مش شالين من الحلة. واهو بوريهولكم اهو مستوي زي الفل اهو. طبعا انا هفضيه في اكياس باذن الله اهو. ادينا اهو هحطه ايه في اكياس اهو. ده اول كيس بسم الله ما شاء الله.
اهو بطلع منه الهوا كده اهو، هعبيهم وبعدين اربطهم باذن الله. طبعا كده شوفوا الفيديو بقى وربنا يكرمنا باذن الله كده، انه تبقوا معايا كده باذن الله، نفسكم معايا باذن الله، عشان القناه تكبر كده بيكم كده، انتوا اخواتي وعيالي باذن الله. سندوني كده في القناه باذن الله، ربنا يكرمنا باذن الله. قلت افتحها لقمه بالحلال كده باذن الله اهو، يعني ولا شيط ولا حاجه اهو شفتوا انا فضيت الحله قدامكم اهي. يعني بدل قدرة الفول، بدل ما تكب وتدعك الدنيا على البوتاجاز، الحله احسن يعني. انا عاملاها على الشعله اهو، بكيس اهو، بطلع الهوا اهو، بسم الله ما شاء الله. فعلوا الجرس كده وحطوا لي لايك واشتراك باذن الله اهو باذن الله. بصوا عمل كام كيس اهو، 13 كيس اهم، الحمد لله طلعوا 13 كيس. صلوا على النبي يا جماعه، ربنا يكرمنا ان شاء الله في القناه. ده اول فيديو ده بقى على القناه باذن الله، اتفرجوا عليه وفعلوا لنا الجرس واعملوا لي لايك واشتراك.